السادة والسيدات متابعي صفحة أبو أمجد سليماني، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. العرب بقول لك الزول ده مدعي. الزول المدعي يعني زول صايبة دعوة، زول ظالم والمظالم دعوا له. فده لو مشيت معاه قطع الشك كان في طرنقة عطوقك. المليشة دي أصبحت مليشة شايلة دعوات ومليشة ظالمة، وأي زول بدعي ربنا يسلط عليهم، ربنا يضرهم. الزول بعد ده يمشي ينتمي تاني للناس زي دي عشان يمشي معاهم الدعوة تشمله. الكلام ده المفروض يزول يعمل له تحليل في راسه. الناس دي أي منطقة دخلوها أول شي بيفكوا المساجين. داك الزول انت داير منه مليار ومشيت اشتكيته والقانون سجنوا لكم بيفكوه، بيجيك بارك بيقول لك سلام عليكم انه ماشي. في زول بيكون قاتل ولدك، في زول بيكون قاتل اخوك، في زول بيكون شاكينه في نفقة، بدل ما يعملوا تسوية ويردوا المظالم بيفكوا. وبلد هون قاعدين فيها ما بكون فيها أمر بمعروف ولا نهي عن منكر. والكلام ده بذكرني نكتة لرجل صاحبي ما في داعي لذكر الأسامي، وهو إمام مسجد جماعة أنصار السنة المحمدية. فكان كثير من إنه في خطبة الجمعة يتكلم عن الحجاب، يقول لك التولة والتمايم. وشاء الله إنه إحنا نكون عايشين في منطقة تحت سيطرة الميليشيا. خلى صلاة الجمعة، كان بصلي بين الجمعة خلاها مرة واحدة، بقى بيجي بس مأموم عادي. فقلت له يوم، قلت له الشيخ يا أخي ما تقوم تدينا محاضرة عن التولة والتمايم يا زول، داير تقتلني؟